وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو انت بتحب الهبد ومش لاقي فرصتك فانت مكانك مش هنا. امال فين؟ انت مكانك في العصور القديمة، ايام ما كان السومريون بيؤمنوا بان المرض عقاب شيطاني، فعشان تعالجه انت بقى تعمل له ايه؟ تتقرب من الشياطين، وبالتحديد 6000 شيطان اللي هو اصلا اكتر من عدد الامراض وقتها. فالطب زمان ما كانش بالعلم، لا انت غلطان. الطب زمان كان باللبس، تتلبس اكتر تشتغل. تعالى دي فسحة جميل، فسحة تجيب لك صداع او صرع، مش متأكد الحقيقة، بس اللي اعرفه انك كنت هتتعالج بحاجة اسمها الترباني، ودي الثقب في الجمجمة، يعني اللي عنده صداع او صرع تخرم له دماغه وبالبتاعة دي. طب ومفيش حل تاني؟ لا، انت لو عليك ارواح شريرة كمان دي طريقة علاج، هيخرموا مكان للشيطان عشان يخرج منه. وبما انك تسمع عن اليونان القديمة ممكن تدور على طبيب اسمه ابقراط، وهذا الابقراط بقى كان يؤمن بان الثقب في الدماغ يخفف من الضغط عليها. وغير كده لقوا في فرنسا جماجم مثقوبة تعود ل 6500 سنة قبل الميلاد، دي تاني حاجة بعد الحضارة على طول. ولو بدأت تحس بتنميل في راسك فانقل معي على الموضوع التاني بسرعة. طبعا انت طول عمرك بتسمع عن عمليات نقل الدم، دي بقى عكس العملية اللي اتعملت لجورج واشنطن. انت اكيد الاسم لفت انتباهك، صح؟ ده مؤسس الولايات المتحدة الأمريكية. ده بقى اتعالج بإزالة الدم عشان يموت بسببها، واخد بالك؟ مات بسبب العلاج مش بسبب المرض. وزمانك بتسأل دلوقتي يا ترى ايه المرض اللي يخليه يتعالج بإزالة الدم من جسمه؟ ده كان مرض خطير بقى، التهابات في الحلق. واشنطن كان كل مشاكله انه عنده اللوز. وطبعا عشان ما نخليش القلشة تدمر المعلومة الطبية، اللوزتين أكثر شيوعا في الأعمار الصغيرة، مش في الكبيرة خالص، بس ممكن تيجي في الكبار بسبب عدوى بكتيرية فيروسية. نكمل. ايه تقنيات العملية دي بقى؟ اولا المشرط عشان يقطع احد الاوردة ويسحب منه الدم. لا ارجوكم، لا. ولو مش عاجباك دي خلاص يبقى تتعالج بدي، ودي لطيفة، هحطها على جسمك عشان تمص دم. او اقول لك احنا نستخدم الكوس الساخنة اللي هي الحجام، ودي عبارة عن كوس هيتم تسخينها عشان تتحط على جلدك عشان توصل الدم للسطح. ونتكلم عن ثالث طريقة ودي تخص الطب النفسي، وهي علاج الهستيريا عند النساء، اللي هو النساء التي تعاني من اضطرابات نفسية. فكان الحل الطبي ايه وقتها؟ ازالة الرحم. ايوه هو المرض جه فوق فهو بيشيل من تحت. يا مراري. طب نفرض ان كانت هناك بقى واحدة عاقلة وحملت وعاوزة تعمل عملية اجهاض، عملية عادية، بس العادي عندهم صعب الحقيقة، وهو ان من الاعراض الجانبية الشائعة للعملية دي موت الام والجنين الاتنين. وطبعا عشان العمر غالي راحوا للأدوية بعيدا عن الجراحة لأنهم كانوا غشم بصراحة، واستخدموا تقنية التتبيلة، وإنه هيحقن زيت زيتون في الرحم هيزفلطوا الجنين. ونغير الموضوع بسرعة ونشوف لو تحبوا تجربوا الدايت بتاعهم مثلا. فالحل عندهم الحقيقة حل أنا منصحش بيه، وهو الدايت بالديدان الشريطية. عارفين الديدان اللي انتوا بتروحوا تتعالجوا منها؟ هو بقى كان بيبلعها لهم عشان يخسسوا. كان دكتور علاج طبيعي لانها هتنمو في الامعاء عشان تاكل الاكل، فبالتالي كان هو هيخس، بس بسبب سوء التغذية او انسداد الامعاء بسبب نمو الديدان. ونتكلم عن الطريقة بقى الاكثر نصاحة على مر العصور، وهي العلاج بالزئبق. ايوه اللي احنا قلنا سام في الحلقة اللي فاتت، ايوه اللي اتكلمنا عنه قلنا انه مميت ده، ايوه كانوا بيعالجوا بيه. يا سلام، سلم على مخك البلالان. ومع كده كان هو العلاج الشائع لبعض الامراض زي الزهري اللي انتوا لو عايزين حلقة عنه ممكن نعملوها عادي، اكتبوا بس في الكومنتات. وعلاج الجذام، وخد التقيلة بقى ايه هتسخ بوسي، كانوا بيعالجوا بيه حالات التسمم الناتجة عن الأطعمة أو التسمم بمواد أخرى. طب في النهاية كانت نتائجه إيه؟ تسمم حاد، تسمم مزمن، تسمم عصبي، ودول هنفنطهم لك في ريلز لوحدهم. لدرجة إن بعض الملوك في العصور الوسطى أمنوا ومشوا وراهم وبقى ياخدوا الزئبق كعلاج وقائي. وشوف ليه بقى يا مؤمن؟ اعتقادا بأنه يطيل العمر. ونخش بقى على الكوي، لأن ده لسه شغال لحد النهاردة في الأرياف، وبالتحديد مع حالات الصفرة اللي في المواشي. مع إن الصفرة دي عرض لمرض، وهو يا مشاكل كبدية، يا ديدان بتكسر في الدم، يا تسمم ببعض العناصر، فهو بيسيب كل ده وبيكويها هو بقى.
وبرضه للحق يعني الكوي لسه مستخدم لحد النهارده بس باستشارة طبيب. ونرجع لأصله زمان، وهو إن كان في طبيب يوناني اسمه جالينيوس، وهو باستخدام الحديد السخن طبعا كان هو وأبقراط بيعالجوا بيه السقاليل والأورام الجلدية، وطبعا كان ليه آثار جانبية تشوهات. وبما إن في تشوهات يبقى في جراحة تجميلية. تجميلية إيه؟ هما كانوا نافعين في اللي فات. المهم إن كان عندك واحد اسمه سيليسوس ناقش تجميل الحروق، ومش بأي علاج، لا ده بالخل والرماد والعسل. حط يا ابني شويه كويسين. طبعا انت بدأت ركبك تسيب من اللي اتقال، انا حاسس بيه. فانت كده محتاج تثبيت عظام، وده كان بيحصل للمكسورين طبعا، وهم انهم هيشرخوا نهاية العظم اللي قدام بعض ويرشقوا فيه فرع من خشب التنوب. واخد بالك من الدقة؟ شنيور. وبما انك اتشرخت واترشق في عظمك فرع خشب يبقى دي جراحة، فيبقى كانت محتاجة تخدير. هو كافر يعني؟ فبيقول الفردوسي في الملحمية بتاعته المعروفة باسم الشهنام عن العملية القيصرية انهم استخدموا نبيت عدوا كاهن زرادشتي كمخدر. فشوف الاوبشن بقى، انت داخل على موت ومعاك واحدة من الكبائر. 1-0 للشيطان. والحمد لله اتقدمنا شوية فوصلنا لابن سينا والصابون المخدر، وهو انه جاب صابون وشبعه بالمركبات العطرية المخدرة ووضعه تحت انف المريض. ولو عندك حساسية من الصابون ففي تخدير تاني، هم هيغلبوا يعني، وهو انه بيجيب قماشة مبلولة ويكتم نفسه. فهنا انت قدامك حلين، يا تتخدر بسرعة يا تودع بقى انت وراح. وادام اتخدرت يبقى تفوق بقى. تفوق ازاي؟ احلى سكين كير على خدودك بايد السمكري، بايد الدكتور نفسه، وهو في ايده ملح وخل، بيعاملك معاملة كيس الشيبسي. وفي النهاية نحب نقول ان الدكاترة ربنا هداها وسابتها الشياطين، وطبعا لازم تخلي بالك لان الشياطين حرة دلوقتي، فلو عاوز تربطهم دوس اشتراك، ولا كفينا الشر يلبسك بقى وتبقى دكتور. عايز تطلع دكتور وتفضحنا يا محمد. ويا ريت تبعت لي تعويذة علاج في الكومنتات لمرض زنقة الكلاب. نفعت يبقى استفدنا كلنا، ما نفعتش وانا عارف انها مش هتنفع فسيب لي لايك عشان اشوف لك طريقة علاج جديدة في الحلقات اللي جاية. ويا ريت ما تخشش بايدك فاضي، خد صحابك وانت داخل عشان في حلقات يتيمة فاتت محتاج تشوفها.